يوم عيد ميلاد الراجل ده كل زمايله وحبايبه وجيرانه اتجمعوا علشان يقدموا له الهدايا. كل واحد فيهم بيقول له كل سنة وانت طيب، وجايب له ظرف مليان فلوس. أخد منهم الأظرف، بص في كل ظرف لقاه مليان فلوس. هنا كان مبسوط جدا، قال لهم اتفضلوا اشربوا حاجة. فطلع علبة سجاير مستوردة ونوع كويس وبقى يعزم عليهم. وهم قاعدين، العامل اللي عنده في المكتب جه علشان يقول له كل سنة وانت طيب، وبيقدم له ظرف زي كل الناس. بص في الظرف كده لقى فيه 200 يوان بس، فقلب وشه عليه وقال له 200 يوان بس؟ دي قيمتي؟ طلع كل اللي في جيوبك. فالراجل بقى يطلع كل الفلوس اللي في جيوبه واداهم له. قام اتكلم معاه بقرف وقال له اقعد هنا. فطلع له علبة سجاير اي كلام وعزم عليه بسجارة. واحد من الناس اللي كانوا موجودين سأل الراجل ده وقال له انت عيد ميلادك كان الشهر اللي فات صح؟ هو قدم لك ايه هدية؟ اداك فلوس؟ قال له لا، ما ادانيش حاجة خالص وما جابليش هدية. فرد صاحب عيد الميلاد وقال له انا رئيسه في العمل، اجيب له هدية ازاي؟ الكلام ده هو اللي المفروض يجيب لي. هنا الراجل اتضايق من غروره ومن تكبره ومن قلة ذوقه، اخد السيجارة من الراجل الفقير ورماها على الترابيزة، واخد الاظرف بتاعتهم ووزعها عليهم وقال له مفيش حد هنا احسن من حد، ربنا خلقنا كلنا زي بعض، وقدر تتقدر. صلوا على النبي في التعليقات.